موقع القاهرة 24. معكم عمرو عبد السميع مراسل الموقع في الفيوم. معانا النهاردة والد الشقيقين طبعا للحادث المؤلم اللي كان في محافظة الفيوم منذ أكثر من يومين. مصرع رب أسرة وزوجته على يد شقيقه هنا بمنطقة الحقورة بدائرة اسم تاني الفيوم. الواقعة اللي كانت يعني تركت حالة من الحزن الشديد ما بين الناس كلها. أخين يتصارعوا أدى إلى وفاة أخ وزوجته، وأيضا كانت حامل. النهارده وفي اول ظهور ليه معانا والد الشقيقين طبعا اللي هو فيه ابتلاء كبير، ربنا يكون في عونه. ابنه ابنائه الاثنين واحد فيهم قتل الثاني. حاج درغام اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. البقاء لله. اهلا وسهلا يا بيه. البقاء لله. عند ربنا. انت اكتر واحد مبتلي النهارده، يعني ابنك قتل اخوه وزوجته، واقعه مؤسفه وصعبه. ايوه. قول لي ربنا يكون في عونك، احكي لنا ايه اللي حصل. اللي حصل اللهم صل على النبي. ابني سيد المرحوم البلكونه، خدت بالك، يعني كانت قطاع على مين؟ على شقيقه، على اولاده. فطبعا عمل شكوى في حي جنوب. فاخوه في حي جنوب الشكوى ضد اخوه، يعني لا شكوى يعني عشان يقدر يكسر البلكونه القطاع. الطبقه اللي هي تحت، اللي هي الطبقه اللي هي تحت. تمام. وطبعا لما كان بيكسرها وخلصها وكان رايح حي جنوب. كان رايح في حي جنوب. حي جنوب هو ومراته. خدت بالك سيادتك؟ طبعا مراته راحت رن على مين؟ على جوزها. مراته اللي هي سماح. سماح مصطفى محمد اللي هي الضحيه. لا مش الضحيه، اللي هي جنب. تمام. اللي هي حرضت جوزها. اللي هي حرضت ابنك حرضت على قتل شقيقه وزوجته وعلى على زوجته الام، صح؟ على زوجته وابني. فطبعا جه، خدت بالك، جه من البلد. هو كان فاتح محل نظارات في المنيا في الغرق. فطبعا جه مشحون. وطبعا جو هنا قعدوا هنا، خدت بال سيادتك. وبعد ما جو قعدوا هنا قالت له ده اخوك راح على حي جنوب. فطبعا ولوا وراه اللي هو ابنه وهو احمد درغام ومحمد درغام. احفاد ايوه. وزوجته، خدت بال سيادتك، اللي هي حسب المصايب كلها. تمام. فطبعا والله وراه خد جري ورا اخوه. بس اخوه مش كان هنا. ده هو مراته قالت له ده اخوك راح حي جنوب. راح حي جنوب. مشي وراه، خدت بالك، وراح متابعه راح طبعا استخبى في البيت. ومراته استخبت في بيت. وطبعا يعني دخل استخبى ويقفل الباب على نفسه منتظر اخوه اللي من دمه. خدت بال سيادتك. والمهم طبعا اللي حصل ان طبعا راح قطع له شرايين ايديه عشان يسيب الباب. طبعا وقع على ظهره. اللي هو الضحيه بقى، اللي هو سيد درغام رحمه الله عليه. طبعا لما وقع، خدت بال سيادتك، راحوا نازلين عليه بالسكاكين. نزلوا عليه بالسكاكين. نزل عليه موت اخوه. موت اخوه هو ومراته سماح وابنه. وبعد كده ايه اللي حصل بقى؟ وبعد كده طبعا مراته كانت اللي هي زوجة سيد رحمه الله عليه. اللي هي مرات سيد كانت مستخبيه البيت. فطبعا طلعت من البيت، قالت لي احمد حرام عليك تموت اخوك. شافت جوزها ميت. تموت اخوك. المهم قال له يا واد يا محمد روح موت بنت الكلب دي. لا من غير الفاظ بس، معلش يا حاج. اتفضل. روح موت مرت سيد اخوه اللي هو ابن اخويا. اخويا هو اللي
قال له روح موت بنت مرات سيد. راح واخد السكينه وراح طعنها في ظهرها. قول لي انت كده، يعني ولادك الاثنين ابنك يخلص على الابن الثاني، انت احساسك ايه؟ كنت متخيل ان الصراع ما بينهم انا كنت متخيل 40 متر يكون السبب يوصل لكده؟ انا كنت متخيل ان مش هيعمل كده. لما قالوا لك ما كنتش متوقع انه انا ما كنتش متوقع كده. فطبعا حضرتك اخته اتصلوا عليا. تعالي اتفضلي. اتصلوا عليا قالوا لي ده بنتي اتصلت عليا قالت لي يا سيدي ولادك خلصوا على بعض. ولادك خلصوا على ابنك اللي هو سيد. اللي هي ريم. كلمة صعب. نعم كلمة صعبة. فالمهم طبعا انا سمعت الكلام ده طبعا، وليت على نفس المكان ورحت لقيت الحكومة وظبط المباحث والدنيا مقلوبة. شفت ابن سيد مرمي في الآن. شفت ابنك ميت جثة. شفته ميت جثة. مشاعرك ايه كأب؟ طبعا كشعري يعني حاجة عمرها ما تحصل. قول لي يا حاج، الخلاف ما بينهم كان بقاله قد ايه؟ الخلاف ده كان بقاله بشهر. طب انت بدورك كأب ما قدرتش ان انت تصلح ما بين الولدين؟ لا ما حاولتش تحل المشاكل؟ اللي هو قتل ما عرفتش. الولد ده كان اللي قتل، انا ما عرفتش مش قادر تسيطر عليه. اسيطر عليه لان الواد غشيم. خدت بالك؟ ما قدرت. هو سنه كام سنة؟ نعم. القاتل كام سنة؟ القاتل عنده في حدود 35 سنة. يعني راجل مدرك اللي بيعمله. ولا بيشرب مشروبات ولا بيشرب. انت عايز تقول ان انت فاقد السيطرة عليه، مش قادر تحكمه؟ انا مش فاقد السيطرة عليه، مش قادر يعني اسيطر عليه او مثلا اصالحهم مع بعضهم. ما قدرتش. الناس هنا في الشارع بتقول ان سيد رحمة الله عليه كان طيب سهل لين. كان طيب جدا وكان بيصلي كل وقت بوقته. هاتها. وكان بيصلي كل وقت بوقته. يعني الناس ما كانتش متصوره ان احمد يعني كان طوعك بيسمع كلامك. وكان تعالي حضرتك تعالي. وهو الولد اللي كان بيحن عليا يعني لقمه. عايز اسالك سؤال، انت دلوقتي شفت احمد ابنك؟ نعم شفته. هاتها. طيب انت شفته؟ انا لما رحت الواقعه دي كانوا الحكومه كانت قابضه على مين؟ ما شفتوش خالص. ما شفتوش احمد. خدت بالك؟ لو شفته هتقول له ايه يا عم درغام؟ اقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. اب بيدعي على ابنه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هنكمل مع شقيقة الاخين. ربنا يصبرك يا عم احمد. يا عم درغام اهلا بحضرتك. مش عارفه الصدمه تقيله عليا يا باشا. الصدمه تقيله عليا. عرفينا بنفسك الاول كده. انا اخت الاثنين. ايوه. صعبه. صعبه علينا. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتكلم. مش سهوله عشان شفت المصيبه قدامي. قولي لي يا عم درغام، بيقول ان الخلاف ما بينهم يعني خلاف بلكونه، حاجه هايفه جدا. ان الاخ يتخلص. القتيل بيكلم اخوه يقول له طب البلكونه تعال علينا. ما سالش فيه خالص عشان مراته زنت عليه. طب بس برضه انا عايزين نقف عند النقطه دي. ايا كان الزن سماح. الاخ، لا ثواني بس، ايا كان ان الزوجه بتحرض اخوها زي ما انت بتقولي، بس ده اخوه من دمه. هيعمل ايه؟ الزن على الودان. لا عم درغام بيقول ان احمد القاتل كان شديد، صح؟ كان شديد. عايز اسال اقول لحضرتك على حاجه. احنا سالنا هنا في الشارع قالوا ان سيد رحمه الله عليه كان سهل هين لين طيب. ويعني ملتزم دينيا. ما بيسيبش فرد ما بيسيبش فرد يا باشا. قولي لي وجعك اكتر للرحيل ولا لاخوك المسجون؟ انت زعلانه اكتر على ايه؟ الاثنين واحد. ابتلاء صعب. الاثنين صعب خالص. ما ده اخويا وده اخويا. بس الثاني اللي مات غلبان. ترك اطفال. ترك اطفال. وقالوا كمان كانت حامل. كانت حامل رحمه الله عليه. القتيل هي ولدي جوز مراته حامل. يعني اصغر 3 ارواح. ايوه 3 كده. كنت متخيله مع مشاكل احمد اخوك طول الفتره اللي فاتت ان هو يتجرد من كل مشاعره كاخ وانه يزك روح اخوه بالشكل ده؟ يا من الوحاشه
ايا كان كنت متخيله انه يعمل كده. غدروا بالقتيل، غدروا بيه. شفت اخوك بعد ما مات؟ ايوه بعد ما اتصلوا بيا جيت لقيته ميت غرقان في دمه، والبنت ميته في الشارع يا باشا. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. الابتلاء ليكوا صعب قوي، ابتلاء صعب قوي. مش عارفه انام، مش عارفه اني انام يا باشا، مش عارفه اني اعمل حاجه. انا نحسب حلم، احنا كابوس يا خرابي. مش عارفه في ايه دفنته سيد عشان مرحته، عشان ورث 40 متر تعمل كده. بيت صغير، بيت صغير يا باشا. ما يحصلش كده الدرجه دي حتى لو هو في ايه. قولي لي ولاد اخوك فين دلوقتي؟ ولاد اخويا مش عارفين يقعدوا. شفتيهم بعد ما دفنت؟ ايوه. قالوا لك ايه؟ يموتوا، عايزين يشوفوا ابوهم، عايزين يعملوا. الاب والام فقدوا الاب والام، مش عايزين يقعدوا في البيت عشان امهم وابوهم. صعب مش عارفين يقعدوا يا ولدي، مش عارفين نودهم فين، مش عارفه راحوا فين. احنا نتصل بيهم مش راضيين يجوا. قال عايزين ياخد هو حق ده أبونا. البيت اللي فيه الواقع. عايزين ياخد حق ابونا بالقانون ان شاء الله. بالقانون. عايز اسالك سؤال. ايوه. انت هتقومه محامي لاخوك؟ اخويا مين؟ القاتل؟ يا خرابي يقتل ابوه. لا انتوا كاخوه ووالده الحاج درغام هتسيبوه لمصيره. ايوه. لو شفتيه في المحكمه او في المحكمه تقولوا له اقول له حسبي نعم وكيل اللي قتل اخوه ومرات اخوه، هو ومراته. هو مقبوض عليه ومراته مقبوض عليه. ايوه تهمة التحريض على الثلاثه وابنه التحريض على القتل. ايوه الاثنين الثلاثه يا باشا. قولي لي مين اكتر كان بيسمع لك وبياخد بنصايحكم؟ سيد ولا رحمه الله عليه ولا احمد؟ سيد الله يرحمه. لما كنت بتكلميه في الخلاف احمد كان ما بيسمعناش لوحده. مراته مجحده جامد وبيسمع كلامها. بس برضه فكره ان الورث والاب عايش دي صعبه قوي. الاب لسه موجود. هو انت عايز تورثه بالحياه؟ يرموه في الشارع ازاي؟ يعني برضه صعب قوي. هو عايز يبيع البيت وابوه عايش. ينفع ازاي يا باشا؟ يعني جحود برضه مع الاب. عشان هي الام فين؟ والدتك فين؟ ميتة متوفية يا باشا. ربنا يرحمها. ليكوا اخوات تاني غير سيد واحمد؟ رجاله؟ لا ما فيش رجاله. ما فيش الا هم اثنين. واحد مات عايزين حق امهم وابوه اكيد بالقانون. هو عم السيد رحمه الله عليه كان شغال ايه؟ هو سيد كان شغال ايه؟ كان شغال ايه؟ يعني راجل ارزقي برضه، يوم شغل ويوم ما فيش. ايوه. ايه ذنب الاطفال اللي اتيتمت دي؟ المفروض كان هو معاه وكان هيشتري بيت. كان هيشتري بيت. عايز تقولي طمع؟ ايوه طمع لقيتها عشان سمع كلام مراته. بسبب مراته. طب هو ما حبيتش يعني يعقر. انت عايز تقولي ان احمد مقتدر ماديا يقدر؟ معاه. طب انت دايما الاخت بتبقى قريبه من الاخ، ما حاولتيش تقعدي تتكلمي معاه تقولي له ظروف سيد الماديه صعبه قوي؟ احمد ما بيسمعش كلام حد. هو مش شايف حد قدامه خالص. عمياه خالص. مراته عمياه خالص. بس برضه حضرتك متزوجه؟ حضرتك متزوجه؟ مطلقه. طب قولي لي يعني معلش هسألك برضه السؤال في النقطه دي. يعني ايا كان الزوجه بتحرض اخوك، بس ده ايه؟ اخوه دمه لحم. اخوه ابن يعني عفوا ده اخوه شقيقه. الزن على الودان مراته. الزن على الودان يخلي اخ يتجرد من كل مشاعره تجاه اخوه. مش شايفه قدامه. هو كان في الشغل اتصلت بيه وقالت له الحق اخوه. الاب قال ان هي جابته من الغرق مسافه. من الغرق للفيوم حوالي ساعه. وهو كده واضح انه كان ميت النيه خلاص وجايب السكينه خلاص واخد القرار. بيت المكنه بتاعته. بيت المكنه بتاعته بره عند حد زميل له. مجهز نفسه. هم الثلاثه عشان الاخير
هي اللي حرضت على اللي عجبتك. ايوه جابت السكينه عند واحده بتاع فرجيه بتاع الفراخ وخدت منها قالت افتح بعض الاقاويل ان احمد بعد ما قتل اخوه وزوجته ما اكتفاش بكده، ده كان راح يقتل اخواته. ايه حقيقه الجمله دي؟ حقيقه بس الحمد لله تم القبض عليه. ليه؟ طب ايه ده؟ ايه الجبروت؟ ايه الجبروت ده؟ انت لسه عايش بعد ما طعن خالي الله يرحمه كان لسه في الروح، كان في الروح طلب ميه. طب هنسمعها من ماما الجمله دي. يا والدتك صح؟ لا خالته. قولي لي الجمله اللي بيقولها ابن اختك لانه رافض يظهر. ليه؟ بيتألم. قال له انت لسه عايش؟ خبطه كمل عليه. بيقولوا ان هو طلب ميه. طلب ميه. قال له عم سيد رحمه الله عليه. ايوه طلب انه يشرب. ايوه عشان ميت في الناس كلها سمع وهو بيتكلم وبيطلب الميه، قال له انت لسه صاحي انت لسه عايش، انت لسه عايش. كمل عليه. ايه ده؟ ايه اخوك ده يعني ايه؟ وسماح معاه صعب. لا بس الاخ يا جماعه ايا كان احنا كانت الاثنين معاه. كانت الاثنين معاه. مراته اخته. تعالي مراته. انتوا الاثنين والاب اكتر اثنين يعني ربنا يكون في عونكم. اختك بتقول ان اخوك سيد رحمه الله عليه طلب انه يشرب ميه، وغير كده كمان بيقول له انت لسه عايش وراح قتله مكمل قتل. ايه ده؟ ايه ده اخوك؟ احنا ما شفناش حاجه، احنا شفنا في الجيران بيقولوا كده. انت بس واضح ان انتوا مصدقين، مش متخيل، عارفين ان اخوكوا كويس. انا شفت اللي شافوا الحادثه كان ساعه ما خبطوا مرتين. انا شفت. يعني انت كنت موجوده؟ ايوه. ما حاولتش تدافع عن سيد ولا كان خلاص؟ دري هما دول الاثنين. ايه الجحود اللي في احمد ده؟ عارفه مراته برضه يا جماعه معلش، ده اخوه اتجسدت شيطانه اتجسدت هي سيطرت عليه السيطره التامه دي. سيطرت اتحول. غير كده كمان مرات خالي بعد ما خلص على خالي قال لابنه اطلع خلص على خالي وراح مشغلها وراح مديها طعنتين، واحده في جنبها وما كانتش لسه مات، طلع كمل عليها ودخلت طعنت اخوك. معلش هو اخوكوا كان بيشرب سماح دخلت طعنت. لا ما شربش سجاير. يعني هو في كامل وعيه. ايوه عايز تقولي حاجه تاني؟ بقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سماح، فيك يا سماح. حسبنا الله الوكيل في سماح. اخته تعالي اخت احمد وسيد. ايوه اخويا كسرت قلبنا اللي مات اخويا واللي يكلم اخويا، والسبب مرأة في شيطانة بجسد مرأة، مرات سيد اللي ماتت الغلبانة الطيبة اللي ما بتتكلمش ولا كلمة، والشيطانة التانية اللي حرضت اخ على اخوه. هي مقبوض عليها يا جماعة. ايوه سكينة وتديها لاخوه تقول له اقتله، تجيب السكينة وازاي. طب هو ازاي مستسلم لمراته كده يا جماعة؟ ايه ده؟ هي ملته سابياه كل حاجة كده، سابية كل شوية. اخوكم مراته مع ان اخويا سيد يعرف ربنا، سيد يعرف عشان نرتب بس واحده. سيد بيكون يوم الليل. وده حقيقه قالت الناس هنا، الناس كلها تشهد له اخويا بكده. اخويا ما كانش يموت. انا سمعت جمله هي اتقالت ان هو كان طيب سهل لين جدا. الناس قالت كده، وقالوا ان هو كان محافظ على الصلوات جدا. صوره كمان يعني واضح ان هو كان طيب. وكان بيصوم خميس والاثنين على طول، محدش شكى منه ابدا. انتوا اللي هتربوا ولاد سيد؟ طبعا اكيد احنا وخيلانه، بس مش هيبقى زي الاب والام، مش هنعوضهم اكيد طبعا. ما فيش حد يعوض الاب والام. هنعوضهم ازاي؟ العيال مش عايزين يقعدوا في نهايه لقائنا. هو نفسه الواد احمد دمر بيته. هو عنده اولاد تاني. ايوه هو احمد برضه. طب الاطفال دي هتعملوا فيها ايه؟ هتربوها؟ لا انتوا موقفكم صعب يا جماعه، ربنا يكون في عونكم. احنا مش عارفين. بس اطفال احمد برضه ما لهاش ذنب.
صح. طبعا ماشي ما تلومش بس ازاي طيب بس احنا ازاي هتربوا الاثنين ازاي؟ اولاد القاتل ولاد المقتول صعب والله يكون فاهم. ربي اللي قتل يعني اولاد اخويا زي دول مرات عمهم موتت ابوهم وامهم. مفيش اي حلول الاثنين يجتمعوا، صعب. ربنا يكون في عونكم. تقولي ايه لاحمد؟ اقول له عملت لي كده يا احمد، سمعت كلامها ليه؟ يا احمد سمعت كلامها ليه؟ اللي خلاك سمعت كلام سماح؟ ده في حلول كتيره يا احمد. تقولي ايه لاحمد؟ قول لنا بعد ابوك هيموت يا احمد. يا احمد اللي انت سمعت كلام عشان ابويا عشان سمعت كلام القتيل. هي في وش السبب المصايب بتاعتها. ربنا يكون في عونكم. ربنا يكون في عونكم يا جماعه والله. ابتلاء شديد. حذروا يعني وكيل بسماح. ربنا يكون في عونكم. كان معانا النهارده في اول ظهور طبعا اشقاء سيد درغام رحمه الله عليه اللي راح ضحيه شقيقه هنا في محافظه الفيوم. ابتلاء شديد هم عايشين فيه، ربنا يرحمه هو وزوجته ويصبر الاشقاء واولاده يا رب. طيبه تموت والشيطانه تعيش. ازاي دي؟ يعني الطيبه تموت اللي هي ما بتتكلمش والشيطانه تعيش وجايه من شغل. هي موظفه. ايوه ايوه الطيبه تعيش. ربنا يصبركم يا جماعه.